مستعد تشوف تاريخ مصر في مكان واحد؟ تخيل لو قدرت تمسك الزمن بإيدك وتشوف حضارة عمرها آلاف السنين قدام عينيك في مكان واحد بس، كل التاريخ، كل العظمة، كل الإبداع. ده مش مجرد مكان، ده المتحف المصري الكبير. تعالوا نحكي حكاية الحلم اللي بدأ من زمان وتحول لأعظم هدية من مصر للعالم كله. من زمان كان عندنا حلم نبني متحف عالمي يليق بحضارتنا العريقة، والمتحف المصري في التحرير كان بداية الحكاية سنة 1835. لكن مع مرور الزمن ومع تطور الآثار والاكتشافات الجديدة كان لازم نعمل حاجة أكبر وأحدث تستوعب التاريخ المصري الكبير. وفي بداية القرن ال21 انطلقت الفكرة على إيد وزير الثقافة السابق فاروق حسني، واللي حلم بإنشاء متحف يقدر ينافس أكبر المتاحف العالمية زي اللوفر في باريس والمتحف البريطاني. وقررنا نبدأ رحلة جديدة باختيار عبقري لموقع مميز على هضبة أهرامات الجيزة، مشروع عظيم هيشارك فيه معماريين من كل حتة في العالم لكن بروح مصرية خالصة. وفي شهر فبراير سنة 2002 وضع الرئيس السابق حسني مبارك حجر الأساس للمتحف على مساحة 117 فدان، وهي مساحة ضعف متحف اللوفر. تم تمويله بالتعاون مع دولة اليابان، وتم الإعلان عن مسابقة تصميم تحت إشراف اليونسكو شارك فيها معماريين من 83 دولة، وخرج التصميم الفايز من مصمم صيني شهير اسمه هينج أمبينج، والتصميم مستوحى من أشعة الشمس اللي تتجه ناحية الأهرامات. وفي سنة 2004 بدأت أعمال البناء اللي استمرت لسنوات وعملت لنا متحف عبارة عن أيقونة هندسية، مش مجرد مبنى وخلاص، بيضم 100,000 قطعة أثرية، منهم 50,000 هيتم عرضهم بشكل دائم، أهمهم كنوز الملك توت عنخ آمون، واتحط فيه أول مسلة معلقة في العالم عشان نقدر نشوف النقوش المصرية اللي تحتها. ده غير مركز لترميم الآثار على مساحة 32,000 متر مربع، وبيحتوي على 19 معمل مختلف لترميم جميع أنواع الآثار من الخشب والمعادن والمومياوات، واللي يعتبر قصة لوحده لأنه الأفضل عالميا وفي كل التكنولوجيا الحديثة اللي قادرة تحافظ على تاريخ وآثار أجدادنا. وفي مقدمة المتحف وفي استقبال الزوار هتلاقي تمثال ابن مصر البار الملك رمسيس الثاني، واللي تم نقله من ميدان رمسيس في احتفالية كبيرة، وتم تنصيبه في المتحف الكبير على قاعدة بتمثل أسطورة الخلق عند المصري القديم. وكمان في فكرة عبقرية استنسخت ظاهرة تعامد الشمس عليه زي معبده في أبو سمبل، يعني في المتحف الجديد الشمس بتتعامد مرتين في السنة، يوم ميلاده ويوم تتويجه على عرش مصر. وطبعا مشروع زي ده واجه تحديات كبيرة خاصة بعد ثورة يناير، واللي أدى توقف العمل فيه لفترة كبيرة، لكن بعد استقرار الأوضاع الرئيس السيسي تابع المشروع بنفسه عشان يضمن انتهاء بنائه في أحسن صورة تليق بتاريخ مصر العريق. واتجددت التحديات من تاني مع جائحة كورونا اللي أخرت الانتهاء من المتحف وافتتاحه، واللي كان مخطط ليه الافتتاح في 2020. ومن فترة قصيرة تم افتتاح أجزاء بسيطة من المتحف، من خلالها قدر ناس كتير يزوروه وياخدوا فكرة عن المعجزة الهندسية والمفاجأة العظيمة اللي محضراها مصر للعالم كله، واللي هيتم افتتاحها بشكل كامل قريب جدا في حدث عالمي هيتفوق على موكب النواة الملكية واحتفال طريق الكباش، وهيحضروا ملوك ورؤساء من كل أنحاء العالم، وهيكون في أوبرا خاصة باسم توت عنخ آمون، واللي هتكون هدية ثقافية من مصر للعالم. والافتتاح هيبقى أسطوري والحدث الأهم ثقافيا في القرن الحالي على مستوى العالم، وهيستمر لأيام، مش بس علشان المتحف ولكن علشان الرسالة اللي هتوصلها مصر للعالم عن عظمة حضارتها. المتحف المصري الكبير مش مجرد مكان لعرض الآثار، لا، ده رمز لعظمة مصر وبوابة بتربط بين ماضي عظيم ومستقبل مليان أمل.